قصة اليوم من دولة الجزائر، وبالضبط من مدينة وهران، ودارت أحداثها فترة الاستعمار في الستينات. ديك الشيء علاش ما كاينش معلومات وصور كافيه للسفاح اللي غنهضر عليه هذا النهار، وهذا الشيء اللي غتسمعوه مني دابا غيخليكم مصدومين، خصوصا ملي غتعرفوا علاش هذا السيد هذا قتل هاد العيالات كاملين وعلاش سموا عليه بومهراز. انا امينه وهذه قناتكم كشف المستور. بطل قصتنا سميتو سعيد دحو، تولد وتزاد في ولاية عين تموشنت في الغرب الجزائري. أما السنة اللي تولد فيها ما معروفاش بالضبط، لكن اللي نقدروا نقولوه أن والدين سعيد فرحوا به بزاف وقالوا يقدر يكون هو وجه السعد علينا. الاستعمار اللي كان في ديك الوقت خلى البلاد كاملة تعيش أزمة كبيرة، الخدمة ما كايناش، الفلوس والو. وباه كان غير طالب معاشو، وحالتهم الماديه كانت قبيحه بزاف. شي مرات ما كانوا كيلقاو حتى ما ياكلوا، لكن مراته كانت ديما واقفه في جنبه وصابره معاه على كل شيء. ونعم الزوجه هدياك. دازت فتره وقدرت الجزائر تحصل على الاستقلال ديالها، والامور بدات كتحرك. ديك الشيء علاش اب سعيد قرر باش يهز عائلته ويرحلوا لولايه وهران. باش يبداو حياة جديدة ويحسنوا مستواهم المعيشي. الأب خدا واحد الحانوتة صغيرة وبدا كيبيع فيها ويشري، وتما كان كيدوز نهارو كامل، كيجي غير من الليل وكيخلي مراته وولدو بوحدهم. سعيد مسكين كان كيبقى مع مو النهار كامل، والزوجة اللي كانت مزيانة وواقفة مع راجلها بدات كتبان حقيقتها. سعيد مسكين كان عايش في الجحيم، مو كانت كتضربو وكتعايرو النهار وما طال، وما كانش كتعطيه باش ياكل، كانت حارماه من كل شيء. ديك الشيء علاش حقد عليها، خصوصا انه كان كيشوف شي مناظر كيضروه في خاطره، وكان شي داخل وشي خارج عندهم، حيت مو كانت مشعوذه، او كيف ما كنقولوا حنايا كانت شوافه. عيالات كيقيلوا في دارهم وكل وحده وطلباتها. سعيد كان كيشوف هذا الشيء، وكان كيشوف مو كدير اعمال شيطانيه باش تادي ناس بريئه. كانت مدوره الحركه وكانت مهليه في راسها، تشري الذهب، تكسي راسها، تاكل اللي عجبها، لكن هذا الشيء كامل بلا خبر اب سعيد، حيت كانت كتخبي فلوسها وكتعتبر راسها ان هي اللي تعبت في ديك الشيء. اذا حتى شي واحد ما عنده الحق فيهم. ام سعيد كانت النهار كامل هزه واحد المهراز وكتقيل الدق في العشوب اللي كتستعمل للناس. زيادة على هذا الشيء السمعة ديالها قبيحة بزاف. في الأول سعيد كان كيشوف غير النساء داخلين خارجين اللي عندهم، حتى ولا كيشوف حتى الرجال عندهم في الدار، لدرجة واحد النهار سعيد كان كيلعب في الزنقة ورجع للدار غير صدفة، فإذا به كيتفاجأ بالأم ديالو كتدخل الأب ديالو مع جارهم اللي كان ساكن حداهم بالحياة بالحشمة. سعيد ما هدرش وما قال والو للأب ديالو، قال ما نعرف تقدر تحشم أو ضميرها يأنبها أو حتى تخاف باش نفضحها. لكن الأم بالعكس ما خافت ما حشمت، وغير ما زادت في عمايلها. والجار ولا داير ما بغى في دارهم، يدخل ويخرج كيف ما بغى، وحتى حد ما قدر يقول لديك الأب اللي كيخرج من الصباح ويرجع حتى الليل باش يضرب تمارة على دارو وعلى وليداتو. دازت فترة وواحد النهار فاق سعيد على الصباح، وكيف العادة فاق على صوت المهراز اللي مو كانت كتدق به العشوب للناس. هذا الصوت هذا بالضبط كان داخل ليه في الراس. سعيد كان كيسمعو صباح وليل، خلاها ومشى باش يوجد القهوه باش يفطر، لكن مو ما خلاتوش وزولت له ديك القهوه من يديه وبدات كتعاير فيه بالله هو غير كياكل وينعس. وديك الساعه الولد ما بقاش قادر يصبر، وبدا حتى هو كيغوت على مو وهددها باش غيفضحها مع باه، وقال لها بالله هو غيقول له انها مشعوذه وكتخونوا مع جارهم، يعني غيفضح سرايرها كاملين. الام طبعا تعصبت وما عجبهاش الحال،
وشدت ديك اليد ديال المهراز وبغى تضربو بها، لكن سعيد قدر يخطفو ليها من يديها وضربها ضربه للراس حتى طاحت في الارض بدمايتها. سعيد في ديك اللحظه تحول من انسان اللي ديما شايف وساكت، من انسان اللي مهدن وديما محقور، الوحش قتل الام ديالو في لحظه غضب، واخا هي كانت ما داير فيها ما يصلح، والناس بزاف تاذوا منها. وسعيد اللي عمره ما كان سعيد هز الفلوس دمو اللي كانت مخبيه وهز حوايجه وهز معاه يد المهراز وهرب وخلى الاب ديالو عايش في القهره. اختفى وحتى واحد ما عرف فين مشى، لكن طول هاد المده وهو حاس بواحد الاحساس غريب، احساس كيخليه يحس بواحد اللذه غريبه فيما يتفكر اللحظه اللي ضرب فيها مو قتلها. وهنا بغيت نقول لكم بان اغلب السفاحين والقتله المتسلسلين كيحسوا بهذا الاحساس ساعه القتل. بعد مده رجع سعيد باش يمارس هوايته المفضله اللي هي القتل بيد المهراز، والروايه كتقول انه كان كيقصد المشعوذات والسحارات بالخصوص، كيدير راسو زبون حتى كيفاجئ الضحيه بضربه واحده وكينزل عليها للراس. وكانوا قالوا بلا كان كيمشي حتى عند دوك النساء اللي كانوا كيمشيو عند امه، يعني العقده ديال الوالده ديالو بقات معاه ديما وهي اللي وصلته لهذا الشيء، خصوصا انه فاش كان كيقتل شي مرة كان كيقول ليها سلمي لي على ما، على اساس انهم زميلات في العمل وغيمشيو لنفس البلاصه منين غيموت. وكاين بعض الناس قالوا انه كان كيتبع العيالات اللي كانوا كيديروا الذهب بزاف حتى كيعرف فين ساكنات وكيلقى الفرصه المناسبه وكيقتلهم. شي مرات كان كيقول لهم بلا هو خدام في شركه الماء والضوء وخاصو يشوف المكانه ويقرا العداد حتى كيلقى الفرصه المناسبه ويضرب الضحيه ويسرق لها الذهب ويهرب. حتى لهنا بومهراز قدر يقتل 19 المراه وكلهم تقريبا مشعوذات ومقتولين بنفس الطريقه اللي هي اليد ديال المهراز. داكشي علاش الناس كاملين في الجزائر كانوا خايفين من السفاح بومهراز. واحد النهار سعيد كان كيقلب على الضحيه ديالو رقم 20 واللي حتى هي مشعوذه وساكنه في واحد الحي، لكنه غلط ولقى راسو دخل عند واحد المراه عاديه سميتها الحيرش. المراه كيف شافت سعيد هز المهراز في يديه بدات كتغوت وكتقول بومهراز بومهراز جاي يقتلني. لكن ديك الساعه نيت سعيد تفافى وما لقى ما يدير وهو يهرب، لكن واحد الخضار كان قريب تما تلقى ليه وشير عليه بواحد الكيلو اللي كيوزن به للناس، وراكم عارفين شحال ثقيل، لدرجه ان سعيد سخف وفقد الوعي ديالو. ناضت الروينه تما وتجمعوا الناس وبغاو يقتلوه، حيت كيف ما قلنا السيد كان اشهر من نار على علم وكلشي كان كيعرفو وكلشي كان باغي ينتقم منه. البوليس جاو شدوه وداوه معاهم. سعيد من بعد حكمت عليه المحكمه بالاعدام، ولكن ما تنفذش ديك الساعه نيت، بقى تقريبا شي عام وهو في الحبس. وللاسف الاب ديالو تبرى منه وما كانش حتى كيزورو، والواحد اللي كان كيزورو ديما وكيسول فيه هو صاحبه مصطفى تصدم من اللي عرف سعيد صاحبه الظريف هو نفسه بومهراز اللي قتل 19 واحد. وفي اي مره كان كيزورو فيها كان كيعاود ليه على العذاب اللي كان عايش مع امه وكيفاش كانت كتأذي الناس بالسحر والشعوذه وكيفاش كانت كتخون الاب ديالو مع الجار ديالهم. وصاه باش يحكي لباه كل شيء وباش ما يبقاش سخط عليه، ووصى حتى صاحب مصطفى وقال له تهلا فمك. الناس تعاطفوا بزاف مع سعيد وعطاوه اعذار خصوصا من اللي عرفوا الاسباب ديالو، لكن هذا الشيء ما منعش المحكمه تحكم عليه بالاعدام وبالرصاص. نفذ على بومهراز حكم الاعدام سنه 1966 في غابه كناستيل بوهران، وكانت اخر كلمه قالها هي ان شاء الله أما تسامحني. سعيد واخا كان مجرم لكن طفولته كان عندها أثر كبير على حياته. سعيد طفل عاش مسكين في بيئة اللي خلاته يعيش معقد، وهي اللي خلاته يتحول لبومهراز سفاح. الفقر ماشي عيب، لكن للأسف الأم سعيد كان عندها العكس ودارت جميع الوسائل باش تجيب الفلوس، وما كانتش عارفة بلا بسبب هادشي اللي كدير هتخرج على راسها وعلى ولدها. كنتمنى القصة ديال اليوم تكون عجبتكم، والسلام عليكم. صافي كده كيجي غير من الليل اختفى وحتى وضربها ضربه لله حتى لهنا بومهراز قتل يقدر. مصطفى تصدم من اللي عرف بلا صاحبه بومهراز هو نفس سعيد صاحبه. مصطفى تصدم من اللي عرف بلا بومهراز.
تصدم من اللي عرف بان بومهرة السفاح هو نفسه سعيد الظريف. 3 2 1 يلا باي باي.